الكلام من القلب ما بيقدمش. ده لازم، ده اساسي. تمام، انا تمام. انت تمام؟ يلا 3 2 1 داير العنيد. انا اقصد اخش عليك كده عشان صوتي بيضحكك في المايك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت إيه الاخبار؟ تمام. ما اعرفش مهند انت، انا فاكر اول مسج جات لي منك في الفيسبوك. انا كنت منزل اغنيه كانت كلام بتاع احمد فؤاد نجم، وحد تاني راح عملها. فلقيتك بعد بتقولي انت ازاي هتسيبه يعمل كده، فقلت لك ما هو الكلام مش بتاعي، انا ما كنتش ساعتها اعرفك يعني. ايوه فاكر. بعد كده جيت في سباق، دخلت رحت سباق من السباقات بتفرج في اوتو كروس، فانت جيت وقفت معايا وتصورنا وبتاع وابتديت بقى ايه الاسم يبقى بالنسبه لي مميز معروف. باين لمحتك انت واللانوس في الفيديوهات خاربين الدنيا، فقلت ايه ده ده الراجل ده طلع جامد قوي. ف انت القصه بتاعت العربيات الدرافت، يعني لما ابتديتها في الاول باللانوس انا قلت الراجل ده يفضل طول عمره بيسوق عربيات امامي وجامد جدا فيها، بعدين تحولت في لقطه كده للخلفي، وكانت حاجه مبهره انك اول مره تسوق عربيه خلفي ونزلت تدرفت بيها كده. الموضوع ده جه ازاي؟ ابتديت ازاي اصلا الحكايه من اولها خالص؟ هو الحكايه بدات كلها في الاساس يعني. انا كنت بلعب كوره اصلا. واخدها جد يعني؟ لعيب كوره يعني. وكنت بلعب، مش هقول لك في نادي ولا كده، بس كنت في منتخب المدرسه وكنت مركز في الموضوع ده جامد. تمام وجه في وقت كنت هروح العب المفروض في نادي وكده. تمام. فوالدي بحكم شغله ان هو كان مسافر اعترض. قال مين اللي هيوديه ويجيبه، لان احنا اصلا في حلوان زي ما انت فاهم، فبعيد يعني عن اغلب النوادي والكلام ده. فالمهم ايه، خلاني الكوره بالنسبه لي بعد ما كنت ناوي ان هي تبقى يعني احتراف وكده، بقت هوايه عادي يعني بعملها خلاص. فجيت فجاه، انا طبعا بلعب بعربيات وانا صغير وافككها وتبوظ وما تتصلحش وزي اي طفل يعني ولد. الحلقه دي بلس 18. مش بلس 18 قوي. 16 طيب. 16 فجيت لقيت نفسي عايز اخش في مجال العربيات. انت كنت بتحب العربيات بس مش بحبها. زي الكوره يعني، انت لا مركز طبعا في مش زي الكوره. بس بتحب العربيات، كنت كنت بتلعب بحب العربيات قوي. العربيات اللعبه وبتاع. العربيات لعبه وافكك العربيه، وفعلا بجد ما كانتش بترجع يعني لحاجه زي ما كانت، لازم تبوظ. ومحدش كان بيقول لك حاجه، ان انت طفل فبتتعلم من الحاجات اللي بتعملها دي. تمام. اندمجت كده مع لعبه اسمها نيد فور سبيد اندر جراوند. كانت 1 مش 2 يعني، كانت لسه اول حاجه انت تنزل. اول ما لحقت نيد فور سبيد كانت في اندر جراوند؟ يا 1. بقيت القعده كلها تقول لي يا ابي، عشان انا ابتديت من نيد فور سبيد 2 يعني 2. لا هو في حاجات كنت بلعبها على البي سي زمان. البي سي ده طبعا كان زمان برضو اللي هو حاجه غريبه. طبعا اللي عنده كمبيوتر في البيت ده بالظبط، قصه انت يعني كده عملت اللي ما يتعملش. ولعب بتاعت الاوف رود والكلام ده كان كله غريب برضو. بس فانا كانت اللعبه حتى ما بتشتغلش عندي في البي سي بتاع البيت. ضعيف عليها شويه. بالظبط، فكنت بضطر انزل مثلا اقعد في سايبر زي ما اي حد بيعمل. تمام. فاللعبه شدتني. الكلام ده كنت في ثانوي، في اولى ثانوي يمكن. اللعبه شدتني. لقيت بقى تعديلات في شكل العربيه. كان اللي شددني الشكل، ما كانش شددني اي حاجه تانية. ودريفت بعربيات طبعا كان اغلبها امامي. ومش فاهم ان في حاجه اسمها دريفت. انا كنت بس يعني دوس على الهاند بريك بالظبط وتزحلق كده يمين وشمال وتلعب ماشيه بجنبها وخلاص. يروح مديك باور سلايد بلس 100 وانت كده جامد جامد بقى وبتاع. بالظبط. فلقيت ان في المكان ده وانا قاعد، الناس اللي قاعده اللي هم برضو شباب، يا اكبر مني يا اصغر مني، مشدودين بقى اللي هو ايه ده بيعمل ايه وكده. كنت بلعب بقى واخد الموضوع جد في السايبر اللي كنت بروحه ده. المهم طلعت منها على اندر جراوند 2. من 1 ل 2 تطور بقى انت كده. تلاقي هم ركزوا في اندر جراوند 2 في موضوع الدريفت ده قوي. كانوا مركزين فيها وخلوا الموضوع ايه احسن شويه. مع انه برضو في عربيات اماميه هي اللي بتعمل دريفت، مش فاهم ازاي. المهم كان معانا اللانوس. كانت العربيه دي ماشيه حوالي 14,000 دي كانت عربيه البيت. دي عربيه البيت. هي ما زالت موجوده كده كده. دي فرد من الاسره. انا فاهم انا عارف. ف عربيه زيرو 14,000 كيلو، ده حاجه زيرو. فطبعا بحكم ان هم كانوا بيسافروا كده، مفاتيح. ايوه. روح ادي الراجل بتاع الجراج فلوس. يلا منه لله بقى. ربنا يسامحه. فضحنا الراجل. بالظبط. لا بس هو كان عادي يعني، كان بياخد 10 جنيه. كانت لسه ال 10 جنيه بتعمل حاجه. زمان بقى. 100 دي ساعتها. دلوقتي اخد العربيه اطلع اجرب اللي كنت. كان حد علمك السواقه؟ لا خالص.
يعني انك تدوس يعني دبرياش وبنزين والكلام ده جبته لا منين؟ بص انا اول مره رحت السعوديه خالص في الاجازه كان ده حد بيتصل بقى معلش لا ولا يهمك. ولا يهمك. لا اللي يتصل بيك تاني بعد كده رد عليه يقول انا بصور هكلمك لا كمان ما شويه. مكالمه مش مهمه قوي يعني. ماشي اوكي. ف انا اتعلمت السواقه اول ما خلصت سنه 5. كانت اول سنه اروح السعوديه سنه 99 تمام وما كنتش عايز اتعلم السواقه. تمام انا ليش غير اخ واحد محمد اكبر مني اصلا بسنه ونص. تمام. فطبعا صاحبي بقى وكل حاجه مع بعض. محمد كان بيحب السواقه من زمان وتعلمها في مصر قبل ما نسافر. انا تمام. كنت خايف. مم. المهم علموني السواقه شوف بالعافيه. الزمن يا اخي، شوف تخيل الزمن بقى. انت خايف انت. انا اول مره سوقت قعدت اعيط. كان عندك كام سنه؟ كان عندي سنه 5 ابتدائي يعني 10 سنين. برضه 10 سنين صغير. بيعلموك بالعافيه في السعوديه. كانت اول عربيه اركبها سوزوكي بالينو اوكي عارفها. بتاعت زمان. اه فسوقتها وكانت مانيوال. فدوست بريش بقى تقعد تنط تقعد بقى منك تنط بقى وتبطل حد بقى شخط فيك اكيد. لا خالص قاعدين بيضحكوا. كان والدي واخويا قاعدين بيضحكوا عليا. تمام. فالمهم عيطت قلت لهم مش عايز اسوق. انتوا هتسووني بالعافيه ليه؟ بس طفل في الاخر 10 10 سنين. فما سوقتش. تمام ما كملتش. بعد كده في حد في الشركه اللي والدي كان يعني شغال فيها وكده سوداني تمام اسمه توكل. تمام. فمتوكل ده هو اللي كان بقى بيعلمنا. امم بس اتعلمت بقى هناك. ده كانت البدايات والدنيا كانت جميله مفيش مشكله. بس برضو مش مهتم يعني. انا ده الكلام ده في سنه 5. لكن نيد فور سبيد في ثانوي. اوكي. فلما وصلت بقى للثانوي بقى وخلصت نيد فور سبيد 1 و 2 بقيت اخد العربيه وهم مسافرين اروح ادي الراجل فلوس. انت المبادئ كده عندك من ايام السعوديه وابتديت بقى ايه مبادئ كده تحرك نفسك بس. فاكر في مره ما كنتش بعرف اعمل دريفت طبعا غير على اللعبه. بس فاكر في مره محمد اخويا كان خد العربيه من وراهم. ننزل بقى اطفال تنزل تسخن العربيه قبل ما ينزلوا الجو فما تيجي بدل التسخين نطلع نلف لفه كده ونرجع لا تاني. هو ما عملش كده. هو خد العربيه وراح شادد فرامل اليد عامل اللي هو امريكاني يعني زمان. وراح واقف. فبصيت له كده قلت له اللي انت بتعمله ده يا طايش يا متهور. يا ريت. قلت له لو ما علمتنيش الحركه دي اطلع اقول لهم عبد اللذينه. بس يا ابني وشدني. المهم دي الحاجه اللي حد علمهاني. شدت فرامل اليد فظهر العربيه يتزحلق. بس انك تقف يعني تعمل هاند بريك وتقف. بس كده ده اللي اتعلمته. تمام. طلعت بقى من الموضوع ده نيد فور سبيد اندر جراوند 2 كده. والدنيا ابتديت بقى تشد جامد بقى. ايه ده الكبوت عليه هوايه الشنطه عليه سبويلر. الحاجات دي كلها شدتني. تمام. ابتديت بقى اجيب الحاجات دي وانا جاي مثلا في اجازتي من السعوديه. وانا هناك في الاجازه لازم اجيب حاجه للعربيه. كل مره اجيب حاجه. وبقى ابتديت اركب من وراه. فهو فلتر طبعا سبور طبعا عشان ده كده ده بسم الله عشان تسمع اصوات النعرة دي. هي ملهاش لازمه بس تسمع اصوات لازم الموتور. بدات بقى اجيب حاجه في حاجه كان كله للشكل. وموضوع الفلتر ده جبته فعلا. كان له السيموت الازرق فاكره بتاع زمان ده عدى علينا كلنا ده. وبس فجبت بقى ابتديت بقى كده حاجه في حاجه وابتديت اتعلم. كان بدايتي ممكن في اخر 2006 بدايه 2007. ابتديت بقى اتعلم واخد الموضوع بقى اللي هو ايه بقلب بقى قوي. انت بتحلم بايه؟ طب عايز ايه؟ لا انا يعني لازم امثل مصر. تمثل خبطه لازق مش لازم ابقى متسابق. لا لازم امثل مصر. بالظبط تبقى متسابق رسمي وتطلع تمثل مصر بره. تمام. فبدات بقى اتعلم واتدرب لحد ما حد من صحابي جه قال لي انت اللي بتعمله ده مكانه مش في الشارع. احنا مش بنتكلم في مثاليات خالص. انا بقول لك انا دخلت لا مين حد انا اعرفه ولا حدش نعرفه؟ لا مش معروف. طيب اوكي. اسمه عبده اونو. هو دي شهرته عندنا في حلوان يعني في وسط اصحابنا وكده. فده كان من الناس على فكره كانت بتنزل اوتو كروس. ما هو بدل قال لك كده انا مستني عشان كده بقول لك مين ليه لانك فاكر هتقول لي اسم من الاسامي اللي انا عارفها. ما كملش كتير بس ده يعني كان هو من الناس الوحيده بتنزل في حلوان. تمام. فطبعا ما انت عارف كل منطقه فيها شله بتاعت عربيات واصحاب وكده. فنزلت سمعت كلام قال لي اللي بتعمله ده مكانه في التراك. انت جامد قوي ومكانك مش هنا. تمام. رحت نازل على التراك اوتو كروس كان 2009 كان بتاع دريم لاند. تمام. وكان محمد الصاوي يعني اكتر راجل محترم يعني في المجال ده كنت شفته ساعتها بصراحه. كان هو طبعا بيبقى ماسك المايك وكده. وقال ساعتها ان انا عملت تراك ريكورد اول مره من اول نزل. يا نهار ابيض. دي كده كانت اول نزل. ايه ده؟
فطبعا انت نازل على التراك وبرضه ما عندكش الحته السنس بتاع انك ما تضيعش وقت. لا انا بشد الهاند كتير جدا فده بيضيع وقت. طبعا ما كانش لسه بقى في حد يديك بقى هنت وملحوظات بقى ان انت تمشي عليها والكلام ده. فنزلت اول تراك كان تراك ريكورد في اليوم، يعني على التايمات بتاعت اليوم. بعد كده بتتأهل بتنزل هيد تو هيد مع حد. فنزلت مع عربية كانت 2000 تربو هيونداي فيرنا. فيرنا ولا كانت اكسنت؟ لا فيرنا فيرنا نبيتي كده بتاعت ميدو بيدو. لا مش بتاعت ميدو بيدو. لا ما كانش حد اسمه ميدو بيدو. فنزلت وخلصت قبله. يا نهار ابيض. وهو بالانس 1500 ستوك. كانت ستوك خالص ما فيش تعديل في اي حاجه. انا موعود بالستوك يعني. لا ما حطيتش مثلا 1600 بتاع نيوبيرا ما فيش. ما كانش لسه في اي موتور. فنزلت وعملت معاه يعني تراك حلو كده. وكنت بحب اخد ال 360 بطريقه مش عايز اقول لك عامله ازاي. يعني كنت قوي جدا في ال 360 وكنت بعملها دايما. رد يا ابني. والله تليفون مش مهم برضه. ماشي. ما احنا لو مهم هتلاقيني رديت قلت له انا في حلقه وقفلنا تاني وكملنا عادي. ماشي خلاص. بس فنزلت وعملت كل اللي عليا وكده. بس اعتقد ساعتها ان التايم بتاعي ما اهلنيش اللي هي الايه زي الفاينل او حاجه كده. بس انت كنت اسرع من الفيرنا ال 2000 توربو. بس ده كانت بدايتي مع الاوتو كروس ومع اللينوس. تمام. شادي اسامه شافك ساعتها؟ لا مش فاكر عشان ما افتيش. انا شادي قاعد قوي يصطاد الناس اللي عندهم موهبه باينه. يروح يقول له على فكره انت خساره اللي بتعمله ده. بيروح قايل لك بقى ما تشدش هاند كتير مش عارف هو شادي بتاع الحاجه. اصل انا بقول لك كده ليه 3/4 الناس اللي جولي هنا قالوا لي ان شادي قابلهم في اول حياتهم قال لهم حاجه. هو كابتن شادي او شادي اسامه يعني هو صاحبنا اصلا وحبيبنا فامبيرو. الراجل ده بص كفايه لما بتشوف التراك عمال بيجري مثلا بيظبط حاجه بيعمل حاجه والله بيصعب عليا. فظيع. بحس ان هو واخد الموضوع فعلا بقلبه قوي قوي. فهو ده ديديكيتد للموضوع بطريقه مش طبيعيه. بالظبط. بس فلكن لا انا مش فاكر ان انا قابلت شادي اسامه. بس هو كده من الناس اللي هي لو شافتك ايوه ده الصح. خلي بالك النصيحه كمان عنده من غير ما انت تطلبها. فده سوي يعني ايه يعني انت عايز كل الناس كويسه بالظبط. مش عايز انت بس اللي كويس. فانا بحب الناس دي. بس المهم انت بعد الطلعه دي كانت بدايتك مع السباقات بقى. بالظبط. في نفس الوقت ده كنت بتعمل انت ايه في الشارع بقى الفيديوهات؟ في الشارع كنت مكمل عادي بتدرب لان انا بصراحه التدريب بتاعي في الشارع. لان انا يعني زمان ساعتها كان ما كانش في اي مساحات لاي حاجه. لا كان في فاكر في فتره كان سوق السيارات لو تفتكر بتاع مدينه نصر. كان ينفع تروح مش رسمي طبعا. بس هو احنا كنا بنخش انت اخرك بتلاقي ناس بتدرب ناس على السواقه. فاحنا كنا بناخد مكان بعيد عن الناس يعني مش بنأذي حد. احنا واخدين مكان بندرفت فيه بنتدرب فيه الكلام ده. تمام. بس برضو بالنسبه ان احنا كنا من حلوان فالموضوع كان صعب ان انت بتضطر تاخد المشوار لحد مدينه نصر. تمام. بس يعني كانت ايام حلوه خلي بالك. وكانت الموضوع بسيط والمرور كانت سهل. يعني المرور كان سهل ما كانش زي دلوقتي. طبعا دلوقتي يعني انا فاكر كنت العربيه كان عليها ديزاين كنت انا واخده من كابتن سعودي يعني وكده. كنت استأذنته قبل ما احطه على العربيه بتاع هانكوك. تمام. الديزاين كنت بخش مثلا كمين اقول له عربيه سباق الرخصه الرياضيه اهي اتفضل. انت متخيل؟ دي كانت حلوه قوي. هي كانت حلوه. انما احنا طبعا دلوقتي انت تعالى انت بتعمل ايه؟ بالظبط. ايه البادي كيت ده؟ ايه الالوان دي؟ مرسقات. هات العربيه كده. بس كانت الدنيا سهله يعني. وقعدت تكمل تدريباتك في الشارع؟ كملت تدريباتي. بس انت وصلت لمرحله انا شفت فيديوهات انت بتحط حاجه يعني كان او بخاخه او اي حاجه وتيجي من بعيد وظهرك ماشي وتروح جاي لامسها او موقعها. كنا بنعملها كليبنج بوينت. وصلت للمرحله دي ازاي؟ الفكره كلها ان احنا كنا بنتفرج كتير على اليابانيين. تمام. دي مدرسه لا يستهان بيها في موضوع الدريفت. غير ان هو طالع من عندهم ولا الكلام ده ملوك. بس هم ملوك دي كلمه صغيره فعلا. يعني انا دايما كنت بقعد اتفرج في الدريفت سكول بتاعهم. 3 كباتن بتوع دريفت مثلا او حكام او ايا كان هتسميهم ايه بيبقوا قاعدين والتراك قدامهم واطي كده وهم شايفينه. وتلاقي مثلا تيم مثلا داخلين مثلا قول 6-7 عربيات مع بعض ماشيين بجنبهم دريفت واللي يتقلب كده عادي. ما لهم عندهمش عزيز بصراحه في العربيات خالص. ما انت بالنسبه لهم اكنك بتلعب رياضه وقعت عادي. بالظبط. يعدلها ويصلحها ويعمل واحده غيرها. ده غير حاجه تانية. انا بقعد افكر فيها بالاسلوب ده.
يعني تخيل انت في مصر هنا الشاهين مثلا ما كانت فتره كانت بتتعمل هنا بيتهيألي هي وال 28 العربيات دي. فتخيل هم السيلفيا والسوبرا والار اكس 7 والار اكس 7 وال 240 اس اكس والكلام ده كله، دي بلدها اصلا. فتخيل قطعه الغيار عامله ازاي، والعربيات دي اسعارها هناك ولا حاجه. وعربيات طبعا زي ما انت شايف خطيره عربيات خطيره. فلا اليابانيين دول كنا بنركز معاهم. تمام. في فيديو مش فاكر اني اتكلمت عنه في مثلا في لقاءات او قاعده او برامج قبل كده. كنت انا واصحابي نتفرج عليه. كان راجل بيحط سيف في العربيه من قدام، رابط سيف زي بتاع الساموراي طلع من وش العربيه. اوكي. وبيجي بدريفت ويروح قاطع زي شفت الخيار كده، حاطط خيار كده مثبته على حاجه، يروح جاي قاطعه وهو ماشي بجنبه. يا ابن اللعيبه. فاحنا كنا يا ابن اللعيبه احنا بنتسحل. ايه ده الناس دي وصلت لمرحله من الدقه. وتفكروا ازاي يعني عشان توصل لان انت كل شويه تجيب حاجه جديده وتعمل افكار جديده للدريفت وتدرب وتطور من نفسك وباكورد انتري ومش عارف ايه وحاجات كتيره قوي كل حاجه غريبه. والدقه انت دقيق لدرجه ان انت بتخش على الخياره يقطع بالسيف. دقيق والمسافات بتبتدي بجد الموضوع كان غريب. فاحنا ابتدينا عايزين نعمل حاجات زيهم انا واصحابي والرجاله وكده. من السيوف بقى لا السيوف احنا مالناش دعوه بالكلام ده. شومه هنشتغل بالشومه. المهم جت الفكره من هنا. تمام. ما كانش لسه في موضوع الكليبنج بوينت لان ما كانش لسه دريفت ولا الكلام ده. على فكره كانش السي بي دي ابتدى في 11. يا ريت السي بي دي ما كانش فيه لسه حد بيركز في الحاجات دي اصلا ولا الكوره ولا الكلام ده. لا ما كانش فيه. بس هو كانت الناس لما بتشوف عربيه خلفي في الاوتو كروس كانت الناس بتجي لها هاطه. فاكر معتز ورامي كان الناس فاكر احمد طارق لما كان معاه الاي 36 لما كان حاطط لها الام 3 كان ينزل يعمل فري ستايل. الناس تتجنن اللي هو بس انا كان قبل احمد طارق كمان المرحله اللي قبل دي كمان الناس بتشوف العربيه الخلفي كان تتجنن. معتز اول واحد كانت الناس بتتجنن. بعد كده رامي ظهر وراه كان ده المنافس اللي هو رامي جاي ينافس معتز. فكانت العربيه الخلفي بتهبط. محدش عارف ده اسمه ايه يعني. محدش عارف ان ده اسمه دريفت ولا لا مش ما كانش دريفت. لسه ليه اسم ساعتها. بس هو ماشي بجنبه بيتزحلق. بص هو فكره انك تمشي بجنبك دي بجد والله هو ادمان فظيع. هتركب اي حاجه، عجله عايز تمشيها بجنبك، موتوسيكل عايز تمشيه بجنبه، عربيه هتمشيها بجنبها، فان هتمشيها بجنبها. ايه تاني وانت في العربيه بتاعت السوق والتصادق ده دايما اكيد انت ماشي عمال تاخد وعمال تعمل اصوات في دماغك حتى لو مش تعملها ببقك. امسك بيبي بتزقه بعربيه بتاع ابنك ابن قريبك برضه كده لو واخد هتلاقي انت على طول ماشي بجنبك. فده قصه تانية خالص. ان الدريفت ده شغف، مش قصه انت عملت عربيه قويه يلا هنزل ادريفت. لا مش هتيجي كده. بدليل ان انت بتشوف ناس عامله عربيات قويه جدا وبرضه السواقه مش احسن حاجه. بالظبط. تحس ان السواقه ايه. لا خلينا نيجي الحته دي لوحدها. دي هجيلك فيها لوحدها. ماشي كمل. وبعدين انت قعدت قعدنا بقى تفكروا في اختراعات نبتكر بقى. طب احنا هنخلي احنا كنا بنعملها على في سبراي كده بتاع تنظيف الكاوتش. الازازه بتاعته قد الجلانس كده زي بلاستيك عادي. تمام. عايزين بقى ان احنا ايه هنعمل زي اليابانيين بس من ورا بالدريفت نخبطها الحاجه دي بالدريفت. هم بقى كانوا برضو وانت لسه بالامامي. انت لسه بالامامي بس انت كنت مستعد لو قالوا لك انزل تراك الخلفي اللي انت بتشوفه بتاع سباقاتنا. انا كنت مستني مثلا لما كنت انزل اتفرج على بطوله على حد من صحابنا وعلى الابطال وكده هم في الاول لما ابتدت البطولات الدريفت كنت قاعد اقول ما يقوليش انزل مثلا جرب عربيتك دي اعمل شو. خلي بالك كان نفسي جدا جدا. انت اصل انت كنت بتعمل فيديوهات فيها كميه دريفت وزحلقه مش منطقيه على العربيه امامي. هي الفكره كلها ان ده زي ده. يعني ايه يعني انا ازاي مثلا قلبت من الامامي لخلفي على طول. دي كانت نقله غريبه جدا. نقله وسهله يعني ما حسناكش عطلت فيها. ايوه ما تحسش ان في بريك. اوب على طول. نفس المبدا. عجل انت ماشي دريفت بجنبك يمين عجل كسر يمين مع فرق ان انت ده بتشد الهاند ودوست البنزين وتظبطها والخلفي انت بس برجلك وبايديك وخلاص يعني كده. هو بس حاجات فروقات بسيطه جدا مش قويه. تمام. فطبعا المبدا واحد ان انت تمشي بجنبك عادي مش قصه. عايز ادريفت. بالظبط عايز تدريفت. فما خدتش الفرصه ان انا انزل بعربيتي اللانوس في سباق زي ده. لا ما هو طبعا كان في ناس ساعتها لما انا كنت بذيع السباق كانت الناس فاكره ان انا عشان بذيع السباق صاحب السباق. مثلا حد تلاقي واحد باعت لي مثلا 128 فيت 128
بيقول لي انا ما ينفعش انزل واعمل دريفتات وبتاع. يا ابني ما ينفعش، لازم عربيه خلفي وبتاع، فاهم؟ فانا متخيل اللي كان بيدور في دماغك، بس طبعا هو ما كانش ينفع. هو ما كانش ينفع، بس عارف لو كانت عمل كنت هبسط الناس قوي. لا ما هو مفهوم. لان كانت ال اسمها ايه، الثقه بالنفس والشغف كان عالي بطريقه انت مش متخيلها، وعارف بعمل ايه كويس جدا. بص اكتر من دلوقتي بكتير يعني. شوف سبحان دلوقتي الله، اللي انت سبحان مثلا الله. الناس بتشوفه حلو، لا الدايو كنت انا وهي يعني حاجه واحده. طب كلمني عن لسه بخاخه السبراي بتاعت الكاوتش. ماشي. انا كنت اتعاملتوا معاها ازاي؟ يعني كنتوا بتحطوها وتيجي من بعيد بتجري وتروح رافع الهندية على سن ظهرك يجيبها؟ هو لا انا كنت بحب اعمل حاجه اسمها اللي هو كونتينوس دريفت. يعني ايه؟ يعني العربيه مش، انا مش من المدرسه اصل في ناس بتلعب بامامي تفضل شاده الهاند وسايباها. لا انا مش كده. انا بتعامل مع الامامي زي الخلفي. فعشان كده الناس كانت بتتبسط بيها. ليه؟ مش باين ان العربيه بتعدل وبتتخانق انت معاها، لا. وعلى فكره ساعتها ما كنتش حاطط لسه هيدروليك هاند بريك، ده كانت هاند بريك عاديه. ومثلا لازم انت تدوس على الزرار بقى، مش هي بتنزل لوحدها وكده، لا. مش تشد وتنزل، لا هي انت لازم تفضل تمسك وتنزل وكده. فلا احنا ما كناش بنعملها اللي هو اجي قدام في فيديوز وكده موجوده برضو، بس زمان جاي من بعيد متزحلق. جاي يعني مثلا هي كانت الكليبنج بتبقى على شمالي، اجي واخد دريفت يمين ومزحلق شمال اروح خابطها، ومش اخبطها واعدل، لا اخبطها واكمل وباصص لها في المرايه عشان تشوف جت ولا ما جاتش بالظبط. يعني طب كنت واصل المرايه عليها. من المره رقم كام جت بقى؟ الثالثه. اصلا ممكن تخش فيها بجسم العربيه كله توقعها ويبقى اسمك جبت. لا لازم تجيبها بالسبويلر، بطرف بالمثلث بتاع السبويلر. جريتها بالعربيه ده بالسبويلر، تحطوه على حاجه عاليه عشان حطيناها ساعتها. كان معانا كونز وكده الاقماع والكلام ده. وجبنا حاجه كده حبل، بس هو ايه، حبل يعني ناشف شويه، بلاستيك كده ناشف. عارف اللي هو بيتروت بيه الكراتين بتاعه التلفزيونات والكلام ده، الشديد ده. ورحنا حاطين البلاستيكه دي او الازازه دي في اخره، اللي هي البلاستيك دي. فبصراحه لما عملتها اتبسطت قوي. وبقى بتتكرر بسهوله معاك. الموضوع سهل جدا. انت بتوقف ناس صحابك تخش مثلا سهل عليهم. جدا. ايه يا عم الحاج، انت سهل جدا عليك. ماشي. بص، حب الحاجه وانت مبسوط وانت بتعملها هتلاقي نفسك غريب. ما هو بص، ده ما فيش فيه نقاش، بس في حاجات يعني ربنا بيديها للناس بقدر مختلف عن الناس يعني، بغض النظر عن حبك. أيوة يعني ما انتوا كلكم كدريفترز، كلكم اللي جمعكم هنا ايه؟ الحب. كلكم بتحبوا وبتموتوا وبتاع. بس الفروقات، في فروقات عربيات وفي فروقات تالنت، موهبه. يعني التالنت دي ما فيش حد بيتحكم فيه. انا ممكن اتحكم فيه نتدرب اكتر، بس التالنت نفسها خامتها عامله ازاي دي بتاعت دي الجفت اللي جايه من فوق. ده انا بقعد دايما اقوله للناس، لان برضو في ناس على فكره بتبعت لي كتير عايز مثلا يعمل عربيه دريفت، فيكون فاكر ان الموضوع بسيط. اقول له لا، فيقول لي طب ما انت عربيتك مثلا ما هي مش قويه وبتنافس بيها. هو مالكش دعوه بيا. انا مش هقول له كده برضو. لا انا بيني يعني اكن بيدور في دماغك يعني. في دماغي عايز اقول له انت لو تعرف المعاناه وان انت بتبقى نازل خايف للعربيه تقل معاك، لان هي انت حضرت، انت هي قلة اصلا. يعني انت بالنسبه لك، بالنسبه للباور اللي موجود حواليك، بالنسبه للباور هي قلة، وهي في احسن حالاتها هي مش قادره بالظبط. فانت خايف كمان تعمل حاجه. بس انت معلش مع احترامي ليك، انت حضرت سباقات زي مثلا السباق اللي انا خدت فيه اول ده واللي قبله تالت. انت شفت العربيه. لسه كنت هرجع اقول لك، وانا مسميك ايه، بقول عليك ايه؟ هاي بيور تالنت. انا والله ما يعني ما اتناقشتش فيها مع حد، طلعت مني في المايك زي ما هي. لان اللي انا شايفه ده مش طبيعي يطلع من حد بس بيحب ولا بس بيتمرن. لا، في تالنت من عند ربنا. مش فاكر مين اللي كان معايا، كنت بتكلم معاه، ممكن يكون سري او مش عارف. فبقول له يعني اللاين مثلا من هنا لهنا، العربيه العربيه بتاعت مهند الطبيعي انها هتقف هنا، يعني ده اخرها هتموت. مهند بيوصل وتقعد تسال نفسك هو عملها ازاي، يعني طلع منها ايه عشان فاهم؟ انت وانت بتعلق على السباق الاخير اللي انا اخر حاجه شاركت فيها اللي خدت فيها اول ده، ما شاء الله. انا فاكر الكلام، انا ما بنساش، بحب اسمع دايما الكومنتات. طبعا انت كده بعيد عن ان احنا اصحاب واخوات وكل حاجه، انت بتشجعنا، ده طبيعي حبيب. يعني انت بتعمل دورك كويس وكل حاجه، بس في كده كلام ساعات بيطلع منك بركز فيه، اللي هو انت عمال تقول هي بتموت مش قادره. هنا بقى تيجي التالنت والكلام ده. كان هي في اللونج دريفت انا فاكر. اكيد. فهي فعلا بتيجي في حتت وبتموت. هتعمل فانت ايه؟ يا تموت معاها
وتنهي التراك بغلطه مثلا، تستقتل بقى عشان تخليها يعني تخلي رجلك هتعدي في اللي هو بوت ذا بيدل تو ذا ميتال، اللي هو انك خلاص رجلك هتعدي الناحيه تخبط في المراوح قدام بالظبط. تخبط في فلتر الهواء قدام، لا لازم كده. فانا باجي في حته معينه، وده خلي بالك يعني برضو الناس ما يعرفوش ان العربيه دي فعلا بمزاجها جدا. عربيتي والله بنبقى عاملين كل حاجه ومتظبطه، دي عربيه ستوك. ف وارد هي مش زي التربو، انت عارف التربو مشاكله كتير، ممكن مره انت واحده انت ان ايه، فانت مظبوط، هي المفروض دايره مفيش. ومظبوطه يبقى تفضل زي ما هي بالظبط، لا خلاص. مفيش الكلام ده. يعني انا حتى بعد السباق اللي خدت فيه اول ده، العربيه رجعت لوضعها الطبيعي اللي هو عبيطه، مش مظبوطه برضو تاني، ومش عايزه تتظبط. هي فين اصلا العربيه دلوقتي؟ مركونه. العطل الاساسي اللي فيها ايه؟ لا هي ماشيه ما فيهاش عطل، هي القصه كلها العربيه مش كهربتها فيها حاجه غلط. وحتى ما حدش يعرف هي ايه. اتحطت على اجهزه كتير واتعمل لها حاجه كتير، بس هي ما بتظبطش. فمركونه اصلا انا واخد بريك شويه برضو، لان زي ما انت شايف طبعا بقى الدنيا بقت صعبه، انت محتاج دلوقتي عربيه قويه. يعني بس خد بالك انت اخر مشاركه شاركت فيها في وسط عربيات قويه، انت طالع اول. ماشي، ما انا فاهم، بس يعني ايه، خلاص بقى انت عملت اللي عليك وزياده وخلاص، حلو قوي كده. فانت محتاج دلوقتي ان انت تطور، بس انت التطوير دلوقتي بقى طبعا عايز ارقام مرعبه. قعدنا نتكلم وهيفتح عليك فتحه اعطال جديده. لا مش هينفع، انا مش هستحمل. بص اقول لك على حاجه برضو عني، انا ما بستحملش. اصل التيونر مش عارف مش فاضي. اصل الميكانيكي عنده عربيات كتير المعطيه ده. لا انا ما اقدرش، ما استحملش، عشان كده عربيتي بعملها على طول في حلوان. الناس اللي حوالينا حبايبنا، الناس بتوعنا حبايبنا هم بيقدروا. انت لو دخلت في الحته، ما انت لو دخلت في الحته بقى اللي هي بتاعت ان حبايبنا مش هيعرفوا يعملوها، زي مثلا انك محتاج تيونر. بالظبط، الموضوع محتاج تعديل معين في الانجل، في مش عارف الشغل بقى ده. بص الموضوع مأساوي، هو زي ما انت قلت، انت بتفتح على نفسك، هي مش مره واحده وخلاص وخلصنا. لا ده مجال واسع وبحر واسع. انت انا افتكرت كان رامي سري لما كنت بقول له كده، فبيقول لي هو ده ملهاش حل غير ان هو يكون بياخد اللاين صح 100% 100%، وعارف يشيل امتى بالظبط ويدوس امتى تاني عشان نفسها. انا فاكر رامي قال كده. وكان هيثم سمير معايا في مره كنا بنتكلم، فبقول له انت يعني تعمل حساب لمين وانت داخل السباق وبتاع؟ فقال لي ما فيش حد ما بعملوش حساب. قال لي حتى مثلا عندك حد زي مهند وحد زي مجدي اشرف، الموت بص على العربيات بتقول العربيات دي بس هم سواقين جدا جدا، بتخاف منهم فاهم. فيعني في اجماع ان انت ما شاء الله عليك، يعني البيور تالنت دي فعلا باينه عليك لابعد الحدود يعني. طب انت دلوقتي العربيه مركونه والخطه ايه بقى، بما ان كل حاجه بقت غاليه والموضوع صعب؟ تخيل ماشي ازاي؟ هي الخطه كلها بريك شويه بس لحد ما اشوف هعمل ايه، لان بص ليك اخر دايما طبعا، فانت ما تقعدش تجيب اخرك فتلاقي نفسك اتقفلت خالص. استهلكت بالظبط. فيعني حاليا بركب الموتوسيكل وبتبسط بس كده مع نفسي وخلاص. واللانوس عامله ايه؟ اللانوس بقى عادي بستخدمها، بس عربيه بيت عاديه، ولا ما فيهاش مواتير ولا اي حاجه. مش كان فيها 2200؟ ما هو 2200 باز وخلاص بقى، ما انت مش عايز منها حاجه، ما هو انت ما ينفعش. حطيت فيها ايه؟ حاليا هي 1300. مش 500 كمان؟ لا. ده انت يعني ده انت نزلت نازله وحشه قوي. هي العربيه دي بص انا بكلم حاجتي دايما. يعني مثلا اللانوس دي اكتر عربيه بكلمها ليه، لان هي شافت معايا كل حاجه تتخيلها. في بينكم ذكريات. بالظبط. اي حاجه تتخيلها، لان كنت بستخدمها ديلي واسافر بيها ودريفت بيها واشارك بيها في السباقات. وطبعا انت فاكر في سنه كان ايجيبت سبيد تشالنج، تمام، لما خدت بيها اول اوفر اول. انا فاكر مع نادر الخياط. مع نادر كابتن نادر. انا ما كنتش حاضر ولا حاجه، بس عرفت الاخبار يعني ان انت ساعتها كانوا بيقولوا هو كان كاتب يعني ان كان في ناس تقريبا اعترضوا على النتيجه، ان ازاي لانوس تاخد اول اوفر اول على الايفولوشنز وعلى العربيات دي. بس هو قال لهم دي الحقيقه وان هو كسب انا ما كنتش اعرفه يعني. انت مثلا لو افترضنا ان في حد هيعمل حركه زي دي، ان هو يبقى يعرفك يعرفني، لكن تخيل حد ما يعرفوش بيقول قلت الحق ده اللي حصل ساعتها. حتى انا ساعتها خلي بالك ده كانت في مشكله تانية، هي مش مشكله، هي كانت حاجه حلوه جدا يعني. كانت الوقت 59 اللي هو دقيقه الا لحظه مثلا او جزء من الثانيه. تمام.
كل المتسابقين نزلوا السباق لازم يكسر الدقيقه. محدش عارف يجيب دقيقه بالظبط حتى. دقيقه ثانيه، دقيقه ثانيه ونص، دقيقه ثانيتين، حاجه بص لازم جزء من الثانيه، ما تلاقيش التايم مش عايز يجي. فلما لقيتهم معترضين هنا بقى الشغف اللي كنت بقول لك عليه. ده انا كنت عامل حاجات غلط. انا كنت شايف ان انت كان في احسن من كده. يعني انا شايف ان في احسن من كده. قلت له طب ما تنزلني التراك تاني، ايه المشكله؟ يا نهار ابيض. قال لي لا ده انت اللي غيرك يمسك فيها وخلاص على كده، شكرا. قال لي لا ده حقك وهتاخده. يشكر طبعا الراجل وكل حاجه، اللي هو ما رضيش مثلا ان هو ايه، اصل انت هتشكك فيه على ايه؟ ده سباق. هو معلش احنا مكاسبنا من السباقات ايه؟ اصل هو مين اللي هيلعب في حاجه؟ التايمينج سيستم يعني يعني احنا جايين من القاهره ولصالح مين بالظبط؟ يعني مفيش صالح، مفيش حد مستفيد. مفيش حتى. بس انا فاكر ساعتها، كانت العربيه كانت 2000 سي سي صح؟ انا خدت جايزه ساعتها على 2000 بس. لما ما كنتش افهم في الكود بتاع الموتور والكلام ده، تخيل بعدين عرفنا ان هي 2200. انت كنت بتجيب مواتير اوبل؟ لا كانت دايو ليجانزا. الليجانزا اللي هي 2200 ليها 2200 والله. وال 2200 دي لما بيتحط لها فلتر، بس مش هقول لك ماسوره فلتر وفلتر، بتبقى عامله زي صوت الموتوسيكل الريس. غريبه هي الموتور ده غريب. بتجري بقى العربيه؟ بتجري وبيستحمل اكتر من 2000. يعني لا لما سقطت فيها الموتور ده بقى بعد ال 1500 حسيت ان العربيه راحت في حته تانية. بتجري لانوس. انت متخيل لانوس عليها 2200 سي؟ وبعملت حاجه في الفرامل ولا ما كنت حاطط بس قدام؟ يعني هي فراملها اللي ورا الدرامز العاديه المقفوله انت كنت دي. عايزها كده عشان الهاند بريك اكيد، عشان الدرامز حلوه في الهاند بريك. هي حلوه في الهاند بريك، بس بعد كده لما قلت بقى هغير الهيدروليك هاند بريك، قلت بقى هعملها ديوال كاليبر، اللي هو كاليبرين، واحد لفرامل الرجل واحد بالظبط. كنت حاطط قدام بس فرامل الطنابير بس اللي كانت بريمو، وكان مش الدريلد كمان، ده اللي هي المروحه دي اللي عامله كده. وكانت مقاس العاديه، مقاس اللانوس العاديه. يا راجل والله كانت بتقف ايه يا عم الحاج؟ ده تبقى ماشي مثلا بيها 180 190 وتفرمل تجيب معاك عادي جدا. يا عم دي بتقف بس عشانها بتحبك. والله انا ده في حاجه الناس مش فاهمينها عن اللانوس. وده اغلب اللي راكبين اللانوس مش فاهمينها. العربيه دي ثابته جدا، تخيل بقى. لا انا ما بشككش في ده. ما انا هقول لك على طنبوره، هقول لك على عيوبها. لا سيبك من الطنبور، المشكله كلها في الكاوتش. اوكي. الكاوتش اللي بينزل في اللانوس اعتقد 175 60 او 65 حاجه كده. فده هيوقفها ازاي بالعقل كده؟ واللانوس غريبه، لما بتحمل فيها ناس تيجي تفرمل تحسها ما بتقفش، هي ماشيه. ما عشان الديسك صغير بقى لما الديسك عايز كبير عشان تعرف فيه يبقى فيه عزم. بس انا بكلمك ان هو الف ب عشان تخلي لانوس فرامل كويسه، غير كاوتش يحط جنط 15 مثلا على كاوتش 195 هتتبسط قوي. مش بقول لك بقى احط 17 زي ما انا كنت عامل ولا الكلام ده. كنت حاطط 17 فيها ساعه السباقات 16 بعدها حطيت 17 بس في الشارع هتلاقيها كانت وحشه قوي على لانوس. ما زالت 17 على الموتور ال 1300. يا عيني يا بنتي. يا عيني يا بنتي. انا هعيط فاهم. بتعيط العربيه. سمعت عن اللانوس اللي اتعملت قريب طبعا بتاعت ميزو. بتاعت ميزو. لا ميزو حبيبي، ده اخويا ده. لا انا اصلا تفكيره استغربت هو ليه عمل واسع كده. هو تفكيره صح، ليه عمل كده؟ يعني هو مع السيليكا مثلا ما شاء الله. ماشي، بس تخيل انت مثلا هو اللانوس دي كان جايبها من فتره واعتقد كانت اوتوماتيك. تمام. فتخيل بقى ان انت لانوس مثلا تمسك مثلا عربيات زي الجيتا والجولفات والكلام ده، ايه مثلا انت لو مكانه هتحس ايه؟ لا هو الاحساس حلو، بس هي العربيه جميله. هو العربيه بتاعته اصلا ممكن تقطع اي حاجه في الدنيا. عربيته السيليكا نفسها ما شاء الله قويه جدا. لا بس هو كده صح. انت عشان متحيز للانوس ابن الذين انت لك. لا هو عمل الصح على فكره عشان يطلع من الناس كلها. بص اللانوس انا لما كانت معايا وهي 2200 كنت مثلا على الطريق مثلا تقابل حد، انا مش بتاع غرز قوي، انا نص في موضوع الغرز ده ماليش فيه. فهتجري مع حد اروح ماسك سيرت 6، ما كنتش لسه جبت عربيتي البي ام دبليو، فكان تهذيبا ليهم بقى بال 2200 بقى. بس هو طبعا في التوب سبيد لو حد مسكك بعربيه مثلا الكورونا بتاعتها او الديفرنشال طويله، غيراتها طويله، هيسيبك وهيمشي فوق، لان هو معاه فوق ال 220 هو هيكمل. انما انت اخرك هيبقى ايه؟ هو ال 220 بتوع الفتيس بتاعك وتقف على كده، واخرك هتفصل خامس غيرك اخره جاب كده. تمام. فكنت بقعد اتسلى عليهم. الموتور ده كان بيركب على الفتيس الصغير؟ لا على فتيسه بس. بص لو حطيته على الفتيس الصغير بتاع اللانوس تلاقي الموتوسيكل العربيه حاميه قوي، تلاقي العربيه حاميه وغيارات سريعه جدا وكده، بس يبوظ بسرعه.
الفتيس ما يستحملش طبعا. فتيس اللانوس ما يستحملش موتور هو اللي تلاقيه جامده قوي. بيخلص كام؟ بيخلص 190 مثلا ده ولا إيه؟ 190 يقف كده خلاص اللي هو حلو عليا كده، انت رايح فين تاني يعني. حاجه اطلع اقعد جنبك فوق. بالظبط. طب دلوقتي انت لما جيت في السباقات الدريفت بقى، لما ابتديت تخش من امامي لخلفي، كان شعورك ايه؟ يعني اللحظه اللي خدت فيها القرار ان هتصرف في عربيه خلفي واروح بقى ايه انزل، قررت بقى انك بص، تشتري كل حاجه 36. بتبقى غريبه. اوكي. ليه؟ انا مثلا جبت ال 36 في 2016. تمام. انا شفت العربيه اول مره دي في اللي هي البي ام دبليو بتاعتي، شفتها في شهر 1 2016، تمام. وكانت بتاعتي في شهر 6 2016، وهي ما كانتش البيع على فكره. قعدت رحت تقنعه ولا ايه؟ خالص، رحت مع صاحبي، كان هو اللي بيعملها لصاحب العربيه من عندنا برضه، هو من حلوان بيعملوا وكده. فيها ايه كانت العربيه اتشدت كلها، اتسمكرت واترشت، وكان بيفنش كهرباء. تمام. فرحت شفتها عند الراجل كهربائي مع صاحبي، فقلت له ما شاء الله دي جميله قوي وحلوه، بص اتمنى الخير للناس هيجي لك. تمام. ودايما نقول ما شاء الله على الحاجه الله اللي أكبر تعجبك. طبعاً. بالظبط. فتخيل بقى سخريه القدر السيناريو مشي ازاي، ان انا مثلا شفتها في شهر 1 وكانت عجباني، بس لمجرد انا ما اعرفش صاحبها كده كده. شهر 6 عرفت انها بتتباع. فانا اصلا كنت هجيب 21 على فكره. اي 21 طبعا مع احترامي ليها، بس قديمه يعني برضه. طبعا. بس ده كان الخلفي بالنسبه لك المتاح اللي ممكن نعمل اللي فيه. هعرف اجيبه على حسب فلوسي. بالظبط. فالمهم ربنا كرم، ومساعدة والدتي ووالدي وكده واخويا، هم معايا في كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. واقنعت يعني صاحب العربيه وكده، واداني بسعر كويس وخدتها. كانت اوتوماتيك على فكره، وكانت 6 سلندر. شعورك كان ايه بقى وانت واخد عربيه اي 36 بعد ما كنت هتجيب يا دوبك 21؟ ما هو انا بقى ده، في ناس وريتهم العربيه، ايه ده يا عم، ده فيها وفيها وفيها، ما ينفعش كل ده. في عيوب يعني. اوكي. بعد كده وريتها لعمي. عمي كان جات فتره كان يعني ليه في العربيات، بيبيع بقى ويشتري والكلام ده. وريتها لعمي التاني، الاثنين شكروا فيها. تمام. قلت لهم بس انا عايزكم معايا في موضوع الورق، لان انا مش شاطر قوي في الورق. تمام. فبعد كده خدتها ارفعها في بنزينه. صاحب العربيه سابها لي على فكره، ان انا كنت رايح له تبع ناس معرفه. تمام. قال لي معاك المفتاح، وريها اللي عايز يشوفها كده. بس الواثق في نفسه ده غالبا تبقى عربيته سليمه يعني. بالظبط. فروحت لفيت، رفعتها في البنزينه، لقيت العامل اللي في البنزينه بيقول لي يا استاذ مهند، هجيب لك حد يبص على العربيه ومش عارف ايه والكلام ده، هو بيشتري عربيات اصلا. قلت له هاته. جه لقيته واحد معرفه. طب حلو. العربيه مرفوعه، بص عليها قال لي خلص جميله، خدها على طول. ما شاء الله ما شاء الله. خدت العربيه، مضينا عقد ابتدائي، خد بس 5000. انا بحكي لك عشان هي دي الموقف المضحك يعني في الموضوع. مع اول 5 المروحه فكت راحت بوظ الريداتير. يا وانت اصلا كنت واخدها كانت بتقول اوتوماتيك 6 سلندر، كانت ايه 25 ولا ام 52 بي 25. كانت الومنيوم، مش مش الام 50. مش الزهر. اول 5 وهي لسه مش بتاعتي رسمي، انا بس ده عقد ابتدائي، خد 5000. اول 5 المروحه طارت، ما بتتفكش، دي صعب. دي كانت مروحه اصلا كلاتشات. كلاتش. طارت جابت ريداتير وقرب. يا دي النيله كده بسم الله. مأساة. موقفك ايه قدام الراجل لا ما انا كنت، هو صاحبي كان معايا، قال له ايه ده، انت مش هتخليه يروح بالعربيه ولا ايه؟ انا خدت العربيه على فكره بعد العقد الابتدائي. بص انا ربنا. وكان 5 بس عقد الابتدائي دافع فيه 5 بس. اصل ممكن تاخدها بعد عقد ابتدائي بس بتبقى مبقي 2000 جنيه لحد عيب بقى يا بدر بقى. انا اسف الناس تسيطر، ناس سيطره. عايز اقول لك كل حاجه ماشيه على الله والله. تمام. فهو من عند ربنا سابها لي يعني عادي وكده، اتبسطت بيها. رحت طبعا من اول طلعه كده، المهم خلصناها يعني وكده، وخلصت العقد المسجل وكل حاجه بقت بتاعتي. احساس ايه طبعا مش قادر احكي لك بقى. ايوه. اللي هو انت بعد مثلا ما كان نفسك تاخد لفه، لا انت معاك. كان بعد ما كان نفسك تبقى مثلا عندك عجله بي ام اكس حلوه، ربنا رزقك بموتوسيكل. بالظبط. انت من 21 ل 36. ومش عايز اقول لك بقى، كنت غلطان بقى في حاجات بقى، اللي هو ايه، ابتديت بقى العربيه جايه جديده، انا ايه ده الابواب فرشها بايظ، لا انا هجيب 4 ابواب كاملين. يا نهار ابيض. انت كنت لسه خبرتك الخبره بس كانت بكام؟ كانت ارقام قليله. بس هتجيبهم لونه ايه؟ هترشهم ولا؟ لا العربيه اصلا الاوريجينال بتاعها اسود. بص حلاوه البي ام دبليو الفين كود. سمعت عنه ولا؟ طبعا الفين كود بتاع الشاسيه. جيب لك كل حاجه عن العربيه، حتى المخدع اللي بتسند عليه ايدك موجود. تمام. فتحه السقف، الموتور، الفتيس اوتوماتيك ولا مانيوال، اي بي اس، ايرباج، الكلام ده كله.
تمام. طبعا اول ما جات لي هي كانت مع 2 أو 3 قبلي، اول ما جات ما كانش فيها ABS، هو كده كده مش محتاجين ومش هنعمل بيه حاجه. بالظبط. احنا عايزين ساعات الدريفت بنحب اللوك بمزاجنا. بالظبط. فخدت العربيه، جبت الابواب وجبت الشنطه ورفارف وجنط، عملت كل الكلام ده. وهي داخله الكابينه قابلت واحد صاحبي قال لي يا هوندا انت بتعمل ايه العربيه ومش العربيه؟ دخل جوه بيبص قال لي ايه ده العربيه اوتوماتيك؟ قلت له يا ابني. قال لي يا ابني ما قلتليش ليه؟ قلت له ما قلتلكش ليه ايه؟ قال لي العربيه داخله الكابينه، كان يوم حد، طبعا حد ده اجازتهم بس هم كان الراجل يعني معرفه انت ماشي في حلوان بالمعارف. بالحب كله. فالراجل يعني زي خلانا احنا ايه هنستغل الكابينه يوم حد. العربيه اترشت في 6 ساعات حرفيا. فصاحبي قال لي بص اطلع من هنا، وانا عندي فتيس BMW قلبة الفتيس المانوال، نقلب العربيه مانوال. قلت له طب خلاص. وانت جاي في اي حاجه انت كمان انت عايز تدوس، أنا عايز بقى عايز تدبرش أدوس بقى وتطير. عايز اتبسط. خدت العربيه اترشت اتقفلت، ما كملتش اسبوع معايا اتقلبت مانوال. حلو. وعينك ما تشوف الا النور بقى. بس بجنبي بس بجنب، هي اوتوماتيك كانت بالجنب برضو. ما انا فاهم. هو بس الحرمان وحش خلي بالك. بس المانيوال بقى هيبقى اكتر بقى. افترى بقى. وافترى دوس يوميا لمده 7 شهور يوميا. ولايفات فيسبوك يوميا 7 شهور. هتقبض عليه ده يا ابن الذين، هتقبض عليه. لا ده يعني عشان لو حد سمعنا ده انا بطلت. ده 2016 كنت صغير. كنت صغير. 7 شهور الموتور ساح في الاخر. قال لي ده كويس. قال لي ما تهزرش بقى. انا ما قال لي حاجه. ما قالكش حاجه عيب فاهم. لا هو كان بيقول بس وانت بتدوس عليه بقى بيطلع اصوات. ايوه. الموتور باظ. قعدت اشوف ده بيقولوا الBMW موتورها بتستحمل، طبعا ما فيش خبره لسه. قالوا ده الموتور الزهر ده حكايه، هو ده اللي هيشتغل. جبت موتور زهر 2017. تمام. بس بدات بقى اللي هو بقى ايه، اشوف بقى السباق زي بتاع ريفي طاب اللي انت نزلت. يعني لو تفتكر قبل ما نبدا انا قلت لك ده ظهر لي في الميموريز وكده، اللي هو ايه ده في ايه ده. كان سنه كام؟ 2017. كنت اول مره تشارك زي النهارده في سباق دريفت. بص انا مش عايز افتي، هو ظاهر لي في الميموري ان ده ايه يعني، كان الفيديو ما اعرفش بقى هو ده اليوم اللي نزل فيه ولا لا. اوكي. ما اقدرش افتي عشان يبقى بقول كلام بالظبط يعني. بس هو ظهر لي في الميموريز ان ده كان حد عامل له شير، وسبحان الله بقى احنا قاعدين النهارده وهو كان معمول له شير النهارده. فلا نزلت التراك، وحتى انت نزلتني من العربيه ساعتها ايوه ما انت يعني كنت سايق خطير يعني. هو الراجل ده وخلتني سلمت على الجمهور والكلام ده. خلي بالك الحاجات دي بتفرق. هقول لك بتفرق في ايه. التشجيع غير لما الناس ترفضك، يعني الناس لما تقبلك غير لما الناس ترفضك. طبعا اكيد معنوياتك بتتغير خالص. بالظبط. معنوياتك بتتغير، الناس قبلتك وتمام ومبسوطين وحاسين العربيه ستوك وكده. فستوك وبتعمل كده، دي حاجه بتخليهم هم حاسين ان انت يعني عملت مجهود. بتعمل حاجه كبيره. وخلي بالك في ناس كتير ما كانتش فاهمه، الناس ابتدت تفهم في الاخر. لكن من زمان ما كانوش فاهمين. يعني هما في ناس كانت تقعد تقول لك انت نازل تعمل ايه؟ يعني نازل اعمل ايه؟ طب هي العربيه امكانياتها كده ما انزلش يعني احرم نفسي، انا عايز انزل. مش فاهم. بصوا هقول لك على حاجه اتعودتها الفتره الاخيره، لو نفسك في حاجه اعملها طالما مش حرام يعني ولا كده. ليه؟ لان انت هتعيش مره واحده طبعا. بالظبط. فتخيل مثلا انت مثلا نفسك تسوق عربيه معينه ما سوقتهاش، وربنا افتكرك مثلا، هتعمل ايه؟ ما انت برضو مش هي ليها احساس لازم تعمله. ده اللي انا بقيت ماشي بيه صراحه. يعني بقى لي مثلا من شهر 11 ماشي بالمبدأ ده. حاجه نفسي فيها هعملها. طب انت دلوقتي نفسك حالا تسوق فيراري، هتعمل ايه؟ تجيبها منين يعني؟ اكيد مش هسوق فيراري يعني، مش عايز اسوق فيراري. لا بس بسألك يعني خلي بالك انا عندي حلم من فتره ان انا عايز اسوق عربيه دريفت. هتيجي تقول لي انت مثلا امال عربيتك دي عربيه ايه؟ انت عايز تسوق عربيه من العربيات الثانيه، عربيه دريفت قويه اللي فولي كل حاجه. بالظبط. فاكر في مره مش فاكر سالت مين او نزلت او حد كان بيقول لي انت نفسك في ايه، برضه نفس السؤال. فاحمد طارق دخل رد عليا قال لي يا ابني انت معاك عربيه دريفت، هو اللي انت بتعمله حد يعرف يعمله؟ فده برضو راجل يشكر يعني ان هو طبعاً. كلمه زي دي حسيتك ان انت ايه، انت بتعمل حاجه. طبعا. احمد طارق كان من الناس الجامده يعني، ده كسب ريد بول وسافر بره ومثلنا بره وتوين والكلام ده كله.
فلا كلمته فرقت طبعا. انا خلي بالك استغربته، قلت ايه ده هو بيقول ايه. لا الناس كلها بقول لك بالظبط. بتبص عليك بصه، كل الدريفترز اللي بيتكلموا بص عليك. الحمد لله انت فاهم، الواحد بينزل يوم السباق انت اكيد بتشوفني مثلا جوه العربيه لما بدريفت في فيديوهات برضو بالكلام ده، بسلم على صاحبي شغال في المارشلز مثلا بتوع التراك، مم. هتلاقيه بسلم عليه. انا ما اعرفش الحاجات دي. فاكر انت مره برضو لما انا كنت بقلب الحكام شفتك بيقلب ازاي يا انت جماعه بتعمل ومش في بتعمل حاجات حاجات كده انت، حاجات تلقائيه انت مش انا جاي نازل. تتبسط اساسا وسايب بالظبط. نفسك وخلاص. واللي هيحصل يحصل. وانت فاكر برضو على يدك لما كانت العربيه لونها جراي فاصفر، فاكر كان في تراك كنت انا خلاص من التوب 3 لما الكليبنج ما جاتش في الاخر. فاكر انت الحاجات دي؟ فاللي هو هي ممكن دايما بتيجي معايا، خلي بالك في الكليبنج دايما في مع ان اخر انت تراك في مع الكليبنج. ان سبحان الله انت اصلا عموما ما تفلتش منك. انت تخصص انت كليبنج كنت اصلا. بتجيب بخاخه السبراي من فوق الاقماع، فاهم؟ بص ما اعرفش اخر تراك بحس ان انا هديت، مش داخل بنفس نفس الانرجي، مش نفس الانرجي ولا الادرينالين. بحس ان انا عايز اخلص بسرعه مش عارف ليه. اوكي. الموضوع ده لما نضحك عليك بعد كده اقول لك لسه في تراك تاني، ممكن حلو. بجد الموضوع ده بيحصل معايا كتير. ومش توتر على فكره، ما بتوترش في السباقات. باين لازم تعمل حاجه بتقلب بتحبها وبتاع يعني. لا باين انك مش بالظبط. متوتر. بس مثلا بقيت الفتره الاخيره اشيل وش الكاسيت. هي العربيه فيها كاسيت، ما تسالنيش ازاي عشان بالظبط. مش عايز تسمع. انا عايز اسمع صوت الموتور بس. مش عايز. وده اوقع في السباق كمان عشان سامع كل حاجه عن العربيه نفسها، حاسس بيها اكتر. يعني مثلا في مره العربيه لو تفتكر كانت بتنزل بنزين وبتضرب باكات الناحيه التانية، وانت كنت بتقول في المايك وقفوه مش عارف مين، وانا ما فيش مش سامع ولا واخد بالك لان الكاسيت كان شغال. فانت ممكن تسمع ايه في الاوقات دي؟ بحب اغاني انجلش اصلا. بتسمع بقى كام اغنيه بتحبهم بيظبطوا لك المود في اغاني جامده قوي تخليك تبقى عايز. مش مفضيها العربيه دي؟ متفضيه كارضيه الشنطه بس، والصالون متشال. بس فرشة البيبان راكبه لا متشال برضو البيبان متقطعه داخليا. سماعات محطوطه فين؟ ورا. في سماعتين ورا، وفي 2 قدام. في جي ام ورا عندك كانون. يا راجل يا ابن انت داخل حاطط العده بتاعت الصوت. بص اصل انا كان عندي دايما كده يعني متعه ان انا الف بالعربيه. كروزه. ممكن ساعات ابقى زهقان اطلع بيها على الاوساطي مثلا، انت عارف فاضي وكده. ماشي تسمع اغاني كان بقى. بس هي ما بقتش متعتي قوي بسبب الموتوسيكل. الموتوسيكل زي ما كنا بنتكلم هو بيغذي روحك كده، تحس ان انت في عمليه انطلاق حر. والله حريه وكده. بس في حاجات اكتر ملهاش وصف، ان انت يعني مش عارف اوصفها لك ازاي. انت عارف انت هو مش قوي يعني، ده 400 سي سي في الاخر، في اقوى منه مليون مره. بس اللي هو هتقول له يلا هيقول لك يلا. سماعاتك في ودنك، لابس الخوذه بتاعتك طبعا ده اساسي، ده اقل حاجه تعملها وانت راكب موتوسيكل. ولاد اللذينه خطر فعلا. والجلافز بتاعتك برضو بتاعت السيفتي، ويلا اغانيك بقى اللي انت بتحبها، موبايلك قدامك تشغل الليست اللي انت بتحبها، البلاي ليست، ويقول لك تمام في اي حته واي وقت. ده اللي كان بتعمله معايا الدايو، بس لما كان فيها موتور. عايز اطلع مثلا اجري واجيب اخرها يلا. حتت فاضيه مش غرز ولا الكلام ده. فاهم. بس طب دلوقتي انت لما كنت بتحكي على موضوع العربيه والمواتير بتاع، ما حكيتش انت على الموتور بتاع، انت مش حطيت فيه موتور سكاي لاين؟ حطيته في فتره والله وما عادش كتير. الموتور ده انا نزلت بيه سباق واحد. وكان حصل فيلير كده لان في حد لعب في الويست جيت وفتح بوست زياده. هو كان المفروض ما يفتحش كده، فتح 1.5 بار. 1.5 ده رقم رهيب على موتور السوق. وطبعا البنزين كان قليل. كان الطبيعي بتاعها كانت المفروض تبقى كام؟ 7-8 بي اس اي مثلا. 0.6 0.6 ما 7 بي اس اي يعني نص بار. 0.6 يعني انا مش هضحك عليك، انا مش في التربو زي ما انت متخيل يعني. 8 بي اس اي اخر مثلا. فهو دبلر عليه. دبلر بالظبط، اكتر من دبلره كمان. اكتر موتور ساح. بس يتصلح وكده. ففضلت راكنه من 2018 لحد ما جيت حصل مشكله اللي هي بتاعت رجلي والكوره وكسرت، وقطع جزء في الرباط، وتهتك الاوتار كامل والكلام ده. كانت فتره صعبه. هي مش صعبه، هي جت بقى في وقت يعني انا السباق الجوله اللي قبلها كنت اول في سباق. تعرف منطقيا كل زي يعني الشباب
رجاله الدريفت والموتوسيكلات لما بيتصابوا او بيتعوروا اول حاجه بتيجي في دماغك انه عمل حادثه. فانت اول ما ظهرت في صوره يعني اول ما عرفت الخبر بتاع انا بقى عمال اقول ايه مهند عمل دي ايه حادثه. مهند عمل ايه فاهم. بس كده لقيت لك بتقول لي كوره، قلت لك يا راجل بعد كل الشقاوه دي هي كوره. كوره ومحدش لمسك، فده نصيبك. انت هتعمل انت عملت جامب عالي وانت نازل نزلت غلط. نزلت رجلي معوجه، فالانكل اتكسر اللي هو بتاع رجلي اليمين، وقطع جزء في الرباط. ورحت الدكتور وكده، قال لي لا دي مش هينفع تتجبس على طول كمان، عمليه. يا ريت. لا مش يا ريت، الحمد لله ما عملتش عمليه. قال لي هتتحط في حاجه اسمها جبيره كده مؤقت عشان الورم يخف الاول. تمام. قام عمل الجبيره غلط. شكرا دكتور. شكرا دكتور. الدكتور بوظ الدنيا، دخلني بقى في قصه اوعيه دمويه والحاجات دي اللي هي الشرايين والاوعيه الدمويه والكلام ده. لان انا كنت طبعا اهلي عارفين ان انا ما بحبش التكتيفه، مش بحب ابقى متكتف. فوالدتي كانت بتقعد تقول لي يا ابني انت بس مش مستحمل الجبيره دي عشان انت مش متعود ان حاجه تقيدك وكده. لكن هي كانت ضغط عليك جامد. اقول لها لا، في حاجه في حته معينه، حاجه في حته معينه، لحد طبعا ما فكيتها في البيت مع نفسي. خلاص بقى خدت القرار، ولا دكتور ولا مش دكتور. ما هو ده اكيد مش طبيعي. فكيت رجلي لقيتها بقى زرقاء حمراء خضراء، دم ما بيوصلش. ده ايه ده لغايه قبل الركبه. يا نهار ابيض. والكسر اصلا فين؟ الكسر تحت. تعمل لي ليه كل ده؟ فالمهم ربنا ستر، رحت للدكتور تاني، قال لي لازم بقى تعمل الاشعات بقى اللي هي الدوبلكس ولا الدوبلر، دي الحاجات اللي بتطمن على الاوعيه الدمويه والرنين المغناطيسي والكلام ده. فطلع القطع قطع جزئي شديد، كان داخل على الكلي خلاص. فربنا ستر وايه وما بقاش كلي. بس مثلا الكلام ده من شهر 11 لحد دلوقتي بتوجعني. بتوجعك بس الحمد لله شغاله طبيعي. لا انا ماشي زي الفل الحمد لله. ما هو الحاجات دي ساعات بتطول، ممكن لا ساعات بتقعد 2 و3 لحد ما تحس ان الشعور راح 100%. بالظبط. بتقعد تورم مثلا مع الوقفه الكتير مش عارف ايه. فالمهم اخدت بريك، كان المفروض بعدها باسبوع ونص او اسبوعين الفاينل راوند بتاعه السنه اللي فاتت. تمام. اللي هو بعد شهر 11. تمام. ما نزلتش طبعا، مش قادر اوصف لك بقى الحسره بقى. طبعا انت اصلا خلاص المايند سيت اتغير ان انت عايز بوديوم تاني طبعا، لان مره تالت بعدها مره اول خلاص انت عايز تفضل ماسك فيه. طبعا ناهيك بقى عن العربيات القويه، انت بتركزش اصلا، انت نازل تتبسط وتعمل اللي عليك. فما نزلتش طبعا. اليوم طبعا عدى، رحت طبعا اتفرجت وكده. جميع شفتك ساعتها، انا كنت انت قاعد مع الجمهور قدامي. أيوة رحت قال مع مهند اقول البطل اهو عشان كنت ساعتها. بس بصراحه مش عايز اقول لك اليوم ده كان تقيل قوي. طبعا انت كنت حاسس ان انت كأنك جعان وشايف الاكل ومحروم. بالظبط، مش هينفع تاكل وما اكلتش ساعتها. بس بص كل حاجه بتحصل لسبب. يعني انا بحمد ربنا على اللي احنا فيه دلوقتي. كل حاجه لازم تحمد ربنا. الحمد لله. هو ليه حكمه كده، وما تحاولش تفهمها انك مش هتفهمها طبعا، ومش هتلاقي لها شرح. بس انت عموما يعني تمسكك بالحاجه زي ما انت قلت قوي. ساعات بيقول لك في حاجه اسمها قوه الجذب، اللي هو انت لما تبقى عايز الحاجه قوي ففي طاقه بتحصل تجذب الحاجه ليك. انت من كتر ما انت الموهبه وحبك للموضوع بيجذب لك الموضوع. يعني انت مين كان يصدق انك هتطلع اول بعربيه يعني اضعف بكتير من اللي حواليها؟ محدش يتخيلها. في حاجه برضو محدش عارفها، انت اكيد عارفها، محدش عملها في تاريخ الرياضه دي في مصر. عربيه 2500 سي سي. يعني مثلا اللي عملها قبل كده وخد تالت، بس العربيه كانت تيوند وشكمانات وسوري وشكمان واكزوست والكلام ده. كانت صقر لما خد تالت بعربيه خالد دريفت، فاكر؟ كانت 2500 تيوند. وبرضو من حلوان. برضو حلوان فيها حاجه غلط. فيها عفاريت. فيها ما تركزش على حلوان عشان فيها عفاريت. كانت برضو تيوند والانجل كيت مثلا برضو من عند عبده اس ار اف والكلام. سوري كان ساعتها اس ار اف، ما كانش اف فاب ورك وكده زمان الكلام ده. فالمخزن العربيه برضو كانت متجهزه. انما انا عندي السسبنشن ايه ده الانجل كيت ده اللي هو العموله المتطول، يعني المقصات متطوله. فالعربيه انت بتحاربها لان هي اصلا بتحاربك. هي بتبقى عايزه تاخدك في حته تانية. فان انت تطلع شطارتك بقى. بالظبط. فان انت تطلع ان السواقه دي سموز والانجل بتاع العجله ماشي عدله معينه. فانت ربنا برضو بيحبك واقف معاك بالموهبه دي قوي،
يعني هو كرمك اصلا. هو انت اصلا الموتور السكاي لاين انت قلت انتوا لسه عندك لا جيت ساعه الموتوسيكل. أنا جبت الموتوسيكل ده في شهر 1 اللي فات مم. في 2024. مم. تخيل بقى انت قاعد مكسور وكده وقاعد في البيت وايه ده انا كان نفسي في الموتوسيكل ده من زمان قوي. فقعدت بقى ادور بقى على الماركت بليس بقى ايه انا عايز واحد زيه بنفس الالوان. انت طالع من كبت ومن خنقه ومن حبسه وبقى غير بقى ان انت طالع بقى من خزلانات بقى الناس بقى انت كنت مستني ان هي هتهتم وتدي الموضوع بتاع العادة حاجة اكبر ومش عارف ايه. ما لقيتش ما لقيتش. بتلاقي الغريب اقرب لك. مش فاهم الموضوع ده بصراحة. بس علينا. هو في ناس بتبقى في ناس عندهم مبدأ كده اللي هو لما يبقى اشوف حد في شده او في زنقه اروح اقف جنبه حتى لو انت مش حبيبي قوي. حصلوا ففي ناس بيعمل فاكرهم كده حصلوا فاكرهم حد. ففكرة الموتوسيكل دي جات لي وانا تعبان. اللي هو طب ما يلا الموتوسيكل تطلع بقى تنطلق. ما انت كده تنطلق بالعربية بس ده بيخليك تنطلق اكتر. وانا فعلا كان نفسي اجيب واحد زي من حوالي يمكن 2008 من زمان بنفس الديزاين بنفس كل حاجة. 16 سنه. فكتير. وطبعا في البيت كانوا معترضين. طبعا ده موتوسيكلات مرعبه. هو مرعبة. الاهالي بيخافوا منها انت خوف. فاهم الحادثة بتبقى عاملة ازاي. بعد الشر ربنا يعني يستر على الكل. بعد الشر. فقمت من الموضوع بتاع رجلي على موتوسيكل على طول. واول ما جبته قلت له انت صاحبي قلت له كده اتكلمت معاه كده وانا كنت بدخله المحل عندي وكده. طبطبت عليه على التانك. طبطبت عليه كده وقلت له انت صاحبي وانا ايه مش هقصر معاك. ان هو كان جاي طبعا عايز مصاريف. بس انت ما تقصرش معايا. هو طبعا في ناس ممكن لما تتفرج تقول لك ده مجانين دول ولا لا بس زي الفل. فاهم. يعني انا مقتنع ان انت اكيد بتكلم عربي. بطبطب عليها وانا نازل داخل البيت بتاع ابص لها بصتين كده فيهم حب لازم بتاع لازم. فكلمته كده وهو تمام. هو يعني ماشي بالموضوع كويس. سامع الكلام من يومين. بيعمل اللي عليه. سامع الكلام من يومين. هو مش سامع قوي. هو انا جبته كان عايز حاجات كتير طبعا. كانت رجلي لسه بايظه وكده. فتخيل بقى انت لسه بادئ تتحرك عامل زي الطفل حرفيا. انا لما مشيت راجع تتعلم من الاول. والله بدري مش بهزر. انا طلعت الموبايل صورت ان انا بمشي تاني. لا اله الا الله. فانت لك ان تتخيل نعمه احنا مش حاسين بيها. انك بتتكلم انك بتمسك موبايلك بتمسك اي حاجه حواليك بتشوفها. ده نعم. لا سامعين بعض اهو دي اي نعم في السماعات بس سامعين بعض. سامعين يعني مش مشكله. فلا رحت مطلع الموبايل صورت وانا بتمشى ان انا طالع من المطبخ. العكاز ده وقع برضه من عند ربنا. فقلت همشي. فعمال اقول يا رب طب لا تتكسر. تحصل مشكله. وخلي بالك الرجل غير الايد. يعني دي اتكسرت قبل كده وعادي. لكن الرجل دي شايلاك بالظبط. ومشيت وكده. فلا انا طلعت من كده على الموتوسيكل على طول. بعت الموتور بقى عشان تجيب بعت الموتور وظبطت يعني صرفت فلوس وزودت عليه وجبت الموتوسيكل. وكده بقى انت خطتك الفتره الجايه تبقى عامله ازاي ان شاء الله؟ في خطه الفتره اللي جايه عايز اتجوز بقى تاخد بريك. ايوه يا ابن الايه. انت اخبار المحل بتاعك؟ لا المحل قفلته. وانت قريب لسه فاتح مطعم او يعني دخلت في مطعم شراكه؟ فتحت مطعم انا وصاحبي وكده. طيب ربنا يوسع عليك. ربنا يخليك يا رب. بس في حلوان برضه يعني جنب المحل بتاعي. بحيث ان شاء الله المحل بتاعي برضه هفتحه حاجه هو موجود لسه محل تمليك كده بتاع الحمد لله. البيت يعني وكده. الحمد لله الحمد لله. فبنحاول نظبط ان شاء الله المره دي. بص انا ما عرفتش اتعامل في موضوع الاكسسوارز قوي بصراحه بتاع العربيات. حاجه انت بتجيبها بسعر. طبعا ده ليه علاقه بظروف البلد وكده. انت بتجيبها بسعر وانت مش يعني انت مش بيزنس اونر تقيل. انت عادي يعني واحد عادي برضو شاب مش معكش كتير. فما تعرفش تسند نفسك اي وقعه صغيره تهزك على طول. لان انا كنت عايز ابدا في موضوع المحل ده من 2010. تمام. بس في البيت كانوا قلقانين شويه اللي هو ايه انت ايه خبرتك على الموضوع ده. بس بالعكس يعني انا بنصح اي حد هيشوفنا بعد ما الحاجات دي تتذاع كده. لا شجع ابنك يا باشا. ابنك وهو صغير بيبقى عنده طاقه يقدر يروح يجيبك. وخياله والافق بتاعه بيبقى واسع جدا. تمام صح. بص مش بقول لك ان لما بتكبر تفكيرك بيضيق بس بتحس ان ايه مش نفس الاندفاع بتاعه وانت شاب. يعني شوف ابنك مثلا في دماغه ايه اعمله معاه. اديله انت اقتراحاتك. حط له بلان مثلا يمشي عليها. ساعده شاركه. لكن انا ساعتها انا اهلي على فكره معايا في كل حاجه. بس في الموضوع ده هم كانوا ايه معارضيني. اللي هو خبرتك عايزك تسلم عليهم وعلى الحاجه مخصوص عشان انت ليك عندنا مكرونه بشاميل انا فاكر. ايوه فراخ بانيه بتاع تنصب ولا ايه؟ بقول لك من الفراخ جليت يعني. عايز اقول لك الفيديو لسه موجود والله. احنا كنا مصورين. فرجته لها والله. وقالت لك ايه؟ هي بص اقول لك على حاجه. امي بتعزك وبتحبك ليه؟
لان هي اي حد خليك عارف كده بيشوف حد بيشجع ابنه ومن قلبه مش محتاج انه يمثل لانه مش هيستفاد حاجه، طبيعي هيحبه. لان انت مثلا اولادك بالنسبه لك دول اهم منك، مفيش بالظبط. فهي طبعا كل مره بتقول لي كانت دايما تقعد تضايقك تقول لي ربنا يكرمه، ده انت لما بتنزل التراك بحس ان هو بيشجعك كده بحراره ومن قلبه ان هو عايزك تعمل حاجه حلوه. فتخيل انت بقى بتعزك ازاي. الحمد لله، بس دعوه في ظهر الغيب بتدعي لنا دعوه ظهر الغيب. لا والله بتدعي لك على طول، لان هي فعلا بتحس. ما هو الفيديوهات انا بطلع من السباق بتتبعت لي او انا بوريها لها اقول لها شوفي، فانت صوتك في الاول بيبقى طالع دو 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 دوس، قبل بقى دو 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 دوس دي بقى فيه ايه مهند شوقي العنيد من حلوان الجمهور مش فانت بتخلي اصلا احنا بنبقى سامعين على فكره الكلام ده. الحمد لله. فانا بسمع الكلام ده بيسخنني طبيعي طبعا، انت كده كده سخنان ومقلق 2%. انا بحاول اوديهم بقى فانت بقى ايه بتقول الكلمتين خلاص بروح مسمي اقول يا رب يسترها ويا رب اعمل اللي عليا وزياده واروح منطلق. طبعا بيوقف بقى على الستارت لاين احمد الباشا هو التاني عمال ينكشك طول ما انت عايز تبدا وعمال ينكشك ويشدك من الحزام بيفرهدك بقى، حد يسخنك وحد يفرهدك حد يشتتني وحد يخليني اركز. بالظبط. بص يا مهند، يعني انت تستاهل كل خير والله العظيم. يعني على المدار المشوار اللي انا عرفتك فيه انت بني ادم جميل وعلى الصعيد الرياضي روحك رياضيه وما عندكش مشاكل مع حد. الحمد لله. لا الحمد لله. من ناحيه بقى الموهبه وبتاع انت عارف مش محتاج اقول ده دلوقتي لان انا شغال عليه طول الوقت. الحمد لله. يعني انت فعلا من اكتر الناس اللي شفتهم في حياتي موهوب لدرجه كبيره. انت معاك ربع الامكانيات المطلوبه، مش نصها، ربع الامكانيات المطلوبه، وبتأدي يمكن بنسبه 85-90% من اللي معاه امكانيات كامله. فانت عامل شغل غير طبيعي. انا يعني بتمنى لك دايما التوفيق والنجاح، وان شاء الله باذن الله المحل بتاعك المشروع الجديد بتاعكم يعني يا رب يعود عليكم بالخير وربنا يكرمك في خطه الجواز بتاعتك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مسؤوليه بس خد بالك مسؤوليه. لا ما عارفين والله بس هنعمل ايه بقى سنه الحياه لا لازم يعني هو ربنا خلقنا عشان. طب وانت بقى مش ناوي ترجع تغني تاني ولا ايه؟ والله احنا مريحين شويه كده عشان المايك عطلان. وانت طلعت بقى المواتير بايظه المايك اهو. خد ده حلو. اخد ده. لا انت برضو يعني زمان احنا كنا على فكره يعني بنسمعك زمان على فكره من زمان قوي خلي بالك. انا ابتديت في 2007 مثلا بالظبط. فكنت بتسخننا باغاني العربيات فاكرينها على فكره كلها وكانت مختلفه ما كانش في حد اصلا تاني بيعمل. والواحد كان بيقول ايه ده فين ده عايش فين ده منين ده الفضاء ده ولا ايه؟ اللي هو انت بقى يعني بالنسبه لبتوع العربيات اللي هم القدام مين ده انا طبعا من حلوان فبرضو كانت قعدتي في كوربه والحتت دي بس مش كتير. ما انا كنت مهندسين بقى كمان يعني اصلا كنت في شله المهندسين. لا فكله كان انا واحد من الناس كنت بستغرب ايه ده بدر على فكره يعني ما كنتش اتخيل احنا مثلا نبقى في يوم مثلا عارفين بعض واصحاب وبتاع واللي بيغني ده يبقى قاعد معانا ويطلع هو اصلا هيمسك المايك هيبقى المايك مان بتاع السباقات والكلام ده. فلا الواحد برضو اتشرف بيك والله ومعرفتك حبيبي ربنا يديم المحبه يعني. حبيبي ربنا يكرمك والتوفيق دايما يا رب باذن الله. حبيبي ربنا يخليك. قعده حلوه انا اتبسطت بيها بس للاسف القعده خلصت. القعده خلصت للاسف. طيب خلاص هتعزمنا على ايه بعد القعده بقى؟ اللي نفسك فيه. ماشي كريم فود عم فتح البوفيه بره. حبيبي نورتني. يا جماعه انا ودني وجعتني شفت ودني دي طبقت او حاجه. لا حلو عايش انبسطت. طبعا. الكلام القلب ما بيقدمش.